في الحلقة دي هشارك معاك 7 دروس عميقة مستوحاة من كتاب وتظن أنك نجوت. دروس ولدت من تجربة فقد وصداقة، لكنها بتوصلنا لحقيقة إزاي نعيش بجد قبل ما يفوت الأوان. 7 دروس في الحياة مهم إنك تكون عارفهم وتعمل بيهم. الكاتبة اللي كتبت الكتاب ده بعد ما شرحت رحلة تعافيها من وفاة أقرب صديقة ليها، قالت: الموت ليس أعظم خسارة في التاريخ، الخسارة الأكبر هي ما يموت بداخلنا بينما نعيش. وبعد ما وصفت حاجات إيجابية كانت في صديقتها، قالت: هي لو كانت عايشة كانت هتنصحني بال7 دروس دول. والحقيقة إن هما فعلا دروس قادرة تولد وتخلق حياة جواك. أول درس: كون صداقات جديدة. كل ما بنكبر ومع تقدمنا في العمر بنميل للانعزال أكتر، وإن احنا نتوقف عن تكوين صداقات جديدة. بس ده برضو معناه إن احنا بنحرم نفسنا من تجارب جديدة وغير متوقعة ومذهلة. عشان كده اختار دايما إنك تكون منفتح وفضولي ناحية إنك تتعرف على ناس جديدة ممكن يغيروا حياتك. ولو انت أو انتي في سن العشرينات أو أقل، ففرصة تكوين الصداقات بتبقى عالية جدا، وده هنتكلم عنه في ملخص كتاب متعة أن تكون في العشرين. لأنه زي ما هتعرف وقتها إن ما بعد العشرين هيبقى صعب إننا نلاقي وقت نعمل فيه حاجات من ضمنها تكوين صداقات. الدرس التاني: ما تاخدش الحياة على محمل الجد وما تتوقفش عن الضحك أو الابتسام. ووصفت الكاتبة صديقتها بأنها كانت شخص مبهج جدا، وإن الفرح يا جماعة يعني صفة معدية. عشان كده ابتسم دايما، وده طبعا بيخلي فيه قبول وطاقة إيجابية في حياتك ومع الناس اللي حواليك. دايما الابتسامة بتخلق جو من القبول والبهجة في حياتك قبل ما تكون مع الناس اللي انت بتتعامل معاهم. الدرس الثالث: توقف عن الشك في نفسك. قالت ان صديقتها سألت في مرة اذا كانت محبوبة او كويسة بما يكفي او لا، مع ان ما كانش فيه اي سبب يخليها تشك في نفسها. بس للأسف كتير مننا بيعمل كده، بنسأل لو كنا كويسين كفاية أو أذكياء كفاية أو شكلنا كويس ولطيف كفاية، مع إن هي كانت في أفضل حالاتها بكل عيوبها. الدرس هنا لازم نثق إننا جميعا خلقنا في أحسن صورة، ونثق في إن اختلافاتنا هي اللي بتخلينا مميزين ومتفردين عن غيرنا، وما ينفعش إن احنا نستغنى عنها. الدرس الرابع: بص للجانب الإيجابي. إنك تكون شخص إيجابي وقت لما ما يكون مفيش حاجة إيجابية حواليك، ده مش حاجة سهلة. وطبعا الشكوى أسهل بكتير جدا، الصياح عامة أسهل بكتير، لكن اللي بنظنه في ربنا هو اللي بيحصل، واللي بنركز عليه بينجذب لينا. دايما الحاجة بتتحقق لما كل حاجة حوالينا بتقول لأ، بس احنا من جوانا عندنا ظن في ربنا إن اللي هيحصل عكس كل اللي حوالينا. عشان كده ركز على الحاجة اللي انت عايزها حتى لو كل حاجة حواليك بتقول عكس ده. امنح القوة للإيمان بدل من الخوف. الدرس الخامس: لا تحكم على الآخرين. بتقول إن صديقتها ما كانتش شخص بيحكم على الآخرين نهائي، اختارت تقبل الناس كلها زي ما هم، وما سمحتش للمظهر أو اللبس أو الآراء إنها تقف في طريق قبولها لأي حد. دايما كانت بتشوف إن في حاجة تقدر تتعلمها من كل بني آدم، حتى لو البني آدم اللي قدامي مفيش توافق ما بيننا في الشكل أو في طريقة اللبس أو في الديانة حتى، بس ده ما يمنعش إن أنا المفروض أبقى متقبلة اختلافنا ده حتى لو أنا مش متوافقة معاه، وإن دايما عند أي بني آدم حاجة ينفع أتعلمها منه. فعشان كده ما ينفعش إن احنا نحكم على الناس، ولازم نعود نفسنا إن احنا نكون منفتحين على الاختلاف اللي ما بيننا ومتقبلين ده، مش شرط نبقى متوافقين معاه. وبتقول إن صديقتها دي فضلت إن هي تكون منفتحة على الاختلافات بدل من انتقادها. احنا ما نعرفش أبدا ايه اللي مر بيه شخص أو ايه اللي بيمر بيه، عشان كده احنا مش في وضع يسمح لنا نهائي بالحكم عليه. دايما بيهدم الحكم على الآخرين العلاقات بين الناس. الدرس السادس: حب بصدق. عرفت ان الحب حاجة قوية جدا، قادرة تبني شخص او تدمره تماما بغض النظر كان شريك او صديق حتى. بس هي اختارت دايما تحب اللي حواليها، وعملت ده من خلال حاجات كتير، زي ان هي اديتهم اهتمامها الكامل واتمنت بصدق الافضل للجميع، ومن خلال كونها كريمة ومعطاءة في كل حاجة.
يبقى دايما انشر الحب حواليك لكل الناس. اسعى دايما انك تسيب اثر في قلوب الناس اللي حواليك. الدرس السابع والاخير: ما تضيعش وقتك. قبل وفاتها عاشت كأنها هتعيش للأبد، واتكلمت عن أحلامها كلها، بس ما خدتش للأسف أي خطوات عشان تحقق. ودايما كانت بتلاقي أعذار عن سبب عدم كون الوقت مش مناسب، ودايما كانت بتأجل كل حاجة لحد ما توفت في عمر 26 سنة. ده عمر صغير جدا، وده يعرفنا أو يفكرنا إن تاريخ انتهاء صلاحية حياتنا احنا ما نعرفوش، سواء كان بدري أو حتى متأخر. فالمفروض ان احنا نعرف قيمة كل لحظة بتعدي في حياتنا. الدرس هنا: ما تستناش وقت معين عشان تبدأ حاجة انت حاببها. حضر نفسك للحياة اللي انت عايزها وابدأ عيشها دلوقتي. حقق أقصى استفادة من الحياة مادام بإمكانك ده، وتأكد من أهمية كل دقيقة بتمر من وقتك. ودول كانوا 7 دروس للحياة وليك. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.